مساء النور، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالف خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم كيك بجوج بيضات كيعطينا كيك اللي هو عائلي. الحجم ديالو كيجي كبير وكذلك مزيان بطريقه اللي هي مختلفه. كنرضيو بها جميع الاذواق. فبلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير اللي هما جوج بيضات، قبصه ديال الملح وكاس ديال سنيده. كيف ما كتشوفوا غادي نضرب الكل مزيان حتى يبيض الخليط. وكيف ما كتعرفوا القاعده الاساسيه في الكيك ان البيض يكون بدرجه حراره ديال المطبخ، ما يكونش الا كنتو دايرينه في الثلاجه خرجوه قبل. وكذلك بالنسبه للحليب اللي غادي نستعملو حتى هو يكون ما يكونش بارد. صافي كنت غير ما كنطلعش البيض يعني بزاف، غير هكايا كيف ما كتشوفوا في لا فيديو حتى غير كيبيض. وكنضيف واحد كاس لاروب ديال الزيت وكنعاود نطرب، ما كنبالغش في التحريك بزاف باش ما كيهبطش لينا هذاك البيض اللي طلعنا واحد شي شويه. صافي غادي نتوقف على التحريك وغادي نستغنى على الطراب الكهربائي. غادي نكمل غير هكايا بالفوي. كيف ما كتشوفوا كندير كاس ونص ديال الحليب وكنخلط الكل مزيان. كنضيف الدقيق اللي ديجا يعني غربلته، ضروري كنغربلو الدقيق باش كيجينا داك الكيك خفيف وكيجينا يعني مهوي من الداخل. بالنسبه للدقيق عندي تقريبا 2.5 كيسان، وكتبقى الكميه على حساب يعني النوعيه ديال الدقيق واش كتشرب ولا لا. كنبقى نضيف يعني في الدقيق حتى كنحصلوا على الخليط كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو في الاخر. خصو يكون ثقيل واحد شويه باش ما كيباتش لنا الكيك من بعد ما كنخرجوا من الفران. عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام، يعني في المجموع عندي 16 غرام. حتى هما كنغربلهم. وعندي ساشي ديال الكاكاو. للامانه فانا ضفت واحد نص ساشي اخر باش كنعزز هذاك المذاق ديال الكاكاو وكتزيد تعطيني اللون اكثر. باش كنحصل على اللون اللي بغيت كيكون يعني غامق على هذا الشكل هذا. كنضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل وكنخلط الكل مزيان. كيف ما كتشوفوا الخليط كنحصلوا عليه بهذا القوام هذا. ملي كنكتبوا شي رقم ما كيمشيش يعني بسرعه، كيبقى واضح عاد كيمشي من بعد. ضفت واحد شويه ديال الكركاع وحبيبات ديال الشكلاط ومعلقه ديال الكوك. كتعطي واحد المذاق زوين للكيك، ما كيجيش يعني كيجي لذيذ. صافي كنفرغ الخليط هكايا في مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين وغادي ندخلو الفران اللي مسخناه من قبل غير واحد شويه على عافيه مهيله حتى كيطيب، ونرجع باش نكمل معكم الوصفه. الكيك من بعد ما خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا خليته تقريبا برد واحد شويه. دوب شويه ديال الشكلاط وضفت ليه شويه ديال الحليب اللي هو سخون. وخلطت داك الحليب مع الشكلاط يعني من بعد ما ذوبته. وغادي نغطي به الوجه ديال الكيك باش نزينو. من بعد غادي نخلي داك الشكلاط حتى يبرد واحد شويه، ما تخلوش حتى يبرد تماما باش هذاك التزيين كيلصق اي حاجه وضعتوها من الفوق كتبقى قابطه في الوجه ديال الكيك. كنوزع داك الصلصه ديال الشكلاط هي والحليب يعني مزيان من الفوق. كنحاول يعني نوضعها بشكل متسكن ونغطي يعني الوجه كامل ديال الكيك. قبل ما كنزين الكيك كنقطعوه هو الاول باش يعني ملي كنزينوه فاش كنبغيو نقطعوه ما كيتخسرش هذاك التزيين اللي كنكونوا درنا. كنقطعوه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا على 4 وكنعاود عاوتاني نقطعو على 8. الكيك راه كيجي خفيف بزاف وكيجي ناجح. غير يعني ديروا داك المقادير يعني بنفس الكميه اللي سبق لي وذكرت معاكم، كتعطينا واحد الكيك اللي هو خفيف
وكيجي ناجح. صافي خديت شويه ديال اللوز اللي ديجا محمر، هرمشته، وكذلك شويه ديال الكركاع اللي قطعته يعني رقيق، وكنزين به على هذا الشكل. عندي الفويتين كذلك، في كل مورسو يعني كنزين بحاجه، وكذلك غادي نزين بالكوك. هاد الزين هذا كيجي زوين، ويعني واي واحد يعني شنو كيفضل على حسب يعني ياخذ المورسو اللي بغا. كيجي الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي مختلف وكيجي زوين. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل التزيين ديال الكيك، ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال التقطيع ديال الكيك اللي كيكون هكا بشكل دائري، كيعطينا واحد التقطاع اللي كيف ما كتشوفوا زوين. غير من خلال التقطاع راه كيبان لكم يعني الكيك شحال يعني شحال كيجي خفيف. كتكون هذه هي النتيجه ديال الكيك اللي حضرت معكم. كنتمنى تجربوا الوصفه وتخليوا لي تعاليق باش نعرف واش نجحت معكم الوصفه والرأي ديالكم فيها. الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات جديده. خليتكم على خير.